what makes life divine. This. Perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. I have الحزام حسيت لو كان عندي البني راح يليق أكثر صح؟ ايه دائما البيج مع البني لقى عسوك لو سمحت. ندمت انك قلت ولا ايش؟ الاسود احلى صدقيني. تعرف شيء، عندي حزام من توري والله رهيب، جهتين، جهه اسود وجهه بني، هو نفس الحزام يصير لونين. الفكره مره حلوه يعني أنا عندي يوفروا شيء على زي كذا الناس. والله. ايه مره حلو الفكره انه خلاص تبغوا اسود يصير اسود، تقلبوا تقلبيه. تقلبوا بس هذا اللي حديدة. قدام الحديده يصير بني. يا ريت سليم مسوي نفس الشيء. الاسئله امس كلها عن الليزر، أروني شاركته معاكم يمكن 5 مرات. انا حفظته. ايش هو؟ الليزر هذاك ايه ايش اسمه؟ اللي اسمه ملاي. هيمالايا. هيمالايا. انت كيف كانوا يغششوك الاختبارات؟ ما تسمع صح حتى. ان شاء الله ابشروا خلاص. انا تعرفوا ايش قررت؟ اصور لكم كذا فقره عن الليزر وكيف استخدمه كل شيء عن الليزرين اللي عندي، وراح اثبتها في الملف عشان كل ما احد يبغى يرجع للليزر ويشوف حيكون ثابت، يعني ما حيروح، لانه في ناس تفوت سنابات وكذا. بس هذا كمان للناس اللي يفوت سناباتي لا تفوتوا، لانه كل يوم احب اشارككم بشيء مفيد، يعني جهاز او شيء جبته او منتج وكذا. المهم طلعنا برا الجو يجنن، اول مره اعرف شيء اني يقفل في رمضان، بالعكس هذا موسم شغلهم، اكثر شغل اتوقع يشتغلوه في رمضان. لسه هو في الثلاجة يا جماعة، راح استخدمه في الليل لما يمر عليه كذا 12 ساعة راح اسويه. الروج يا حبيبة قلبي، نسيت شنطة مكياجي، لا. طيب الروج من ماك، والمحدد من ماك. المحدد اسمه ايش اسمه يا ناس؟ ما قاعد نسيت دقيقة. الروج تيدي بير او فيلفت تيدي، مو تيدي بير، فيلفت تيدي. والمحدد المحدد اللحمي لو اسمه والله نسيت يا جماعة، خلوني بس اروح اجيب الشنطة من البيت واقول لكم لانه انا ناسية. بس هذا الفيفورت كومبو صار عندي مرة يجنن. كان اللون البني مفضل، الحين عندي هذا اللحمي. اي والله مرة احب الكيرلي اللي في الشعر، هذا النوعية من الاكستنشن كذا، الكيرلي الحلو المموج كذا الغجري مرة يجنن. بس تعرفوا ايش المشكلة؟ انه انا هنا شعري ينفش، يصير ما ادري كيف نافش كله. بس راح اسوي تغيير، راح اسوي يوم كذا يوم كذا، يعني مو دائما هذا الستايل، بس حبيت اليوم كذا اكون مرتبة كذا مع اللبس. هو يكون اللبس مرتب والشعر كشه. بالله شوف ايش وراك. نادي ايش يعني؟ نادي والله كنت مبسوط. انا كم قعدت معك؟ هذا قبل ما يتزوجني يا جماعه، كل ما اقول له شيء انا كنت اتمرن 3 سنين، انا كنت طب بعد الزواج. بطني وجعتني مرضت. يا جماعه احنا كنا مسجلين في نادي لما كنا في روسيا، وكنا نروح بعز الشتاء والبرد وكنا نتمرن كنت اوقف السياره في الثلج. ايه ما كنا نلاقي مواقف. بس والله هذا يلا نسجل انا وياك، يلين تروح المدرسه الصباح نكون نشيطين كذا، نوديها المدرسه الساعه 7:30 ونلبس بسرعه ونروح نتمرن.
والله انا كذا ترى بدايه يلا شوف. 2024 أنا- لازم بدايه جديده. انا اقول لك 2026 حتى ما كان 25. طالب ايس كريم ترى. لا هذا جرانولا مع زبادي يوناني. اوه ثانك يو. ثانك يو سو ماتش. سلام على الفطور اليوم. ثانك Thank يو. you. كان يو هيلب مي. اهم شيء المنظر اللي الولد يتمرن ورا وعبد الرحمن قاعد ياكل. اسمع اروح اقهرهم. قاعد يطل فيك ترى. والله لا خلاص بطل يطل. والله يا جماعة عبد الرحمن خرب لي الصيام المتقطع حقي. أنا المفروض أبدأ أول وجبة الساعة 5 العصر، الحين 41 بالعافية. شكله يلا لذيذ. بسم الله. هذا هيلثي بريكفاست يعني اللي عندك، وبيض وبيض والخبز اسمر وجرانولا. بس أنا طالبة زبادي يوناني مع هوم ميد جرانولا وفواكه. شكله يشهي. هذا عصافير ولا ايش هذا؟ الصوت يضحك. هذا وجبتي المفضلة، هو الأساي يجنن. على فكرة جرانولا ترى الساعة تنعمل في البيت. هذا مكتوب هم ميد جرانولا يعني هم مسوينهم. فلقيت وصفة مرة سهلة راح أصور لكم إياها إذا مداني اليوم تسوي جرانولا مع بعض. مرة أصلا هي مكونها الأساسي شوفان، وبعدين تحطوا الإضافات اللي تبوها. تقدروا تخلوها مثلا بدون سكر تبوها صحية 100%. مثلا بعدين تحطوا عسل فوقها. شلون عسل ياكل عسل؟ قاعد أشوف والله شايب قاعد يتمرن ما شاء الله عليه، مو زي الأحلى والله. ايش هذا؟ أحس بتأنيب الضمير وقاعد أشوفه والله شايب يتمرن واحنا قاعدين. خطط قوية هذه السنة فأخليها بعدين السنة اللي بعدها إن شاء الله. مع الشاي الأخضر ميكس أليم. والله لذيذة هذه. ايوه انت متكي الجوال على الشاي حقي، انا كيف اشرب دحين؟ حار أصلا. من قال لي هذا؟